هل تعتقد أن موت الرؤساء مجرد صدفة؟ في التاريخ الأمريكي هناك لعنة غريبة استمرت لأكثر من 100 عام. كل رئيس فاز بلا انتخابات في سنة تنتهي برقم 0 مات وهو في منصبه بطريقة مأساوية. بدأت اللعنة مع لينكولن الذي انتخب عام 1860 وتم اغتياله، ثم غارفيلد عام 1880، ثم ماكنلي عام 1900، وصولا إلى جون كينيدي الذي انتخب عام 1960 وقتل أمام كاميرات العالم. يقول التاريخ إن زعيم قبيلة هندية يدعى تيكومسي هو من ألقى هذه اللعنة بعد هزيمته. الغريب أن السلسلة لم تنكسر إلا بعد عقود طويلة. هل هي صدف رياضية بحتة؟ أم أن هناك أسراراً في بيت الحكم لا نعرفها؟ لعنة الرؤساء حقيقة وقعت لأكثر من 7 زعماء. بماذا تفسرون هذا